ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل له بسكوت الزبادي. ماشي، وصفة سهلة وسريعة كده وبتعمل مكونات بسيطة خالص في البيت. ادي عندنا معلقة من الزبادي اهي، علبة الزبادي ايا كانت بقى تجيبها كبيرة كبيرة صغيرة، هي نفس مكونات علبة الزبادي. ماشي، ادي علبة الزبادي معانا اهي. هتملي ديت سكر. ماشي، علبة الزبادي ديت هتملاها سكر. يبقى كده احنا خدنا ايه؟ علبة زبادي وعلبة سكر. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعضها. اهيت هنعبر المقادير كلها بعلبة الزبادي. هصبها كده لحد ما تبقى معاكي كريمة وحلوة كده. هي هنحط لها ايه؟ على من الفانيليا لحد السكر معانا ما يدوب خالص. ظرف الفانيليا اهو. اهو هنجيبوا لها بنفس العلبة ديت زيت. ماشي، ايه معايا كده للاخر اهيت. ادي الزيت، وصفة سهلة وبسيطة اهي، مكوناتها كلها عندك في البيت. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الكون معايا عامل ازاي. هبدأ بقى انزل بالدقيق. ماشي، نحطوا عليه بس ذرة من الملح ايه ومعلقة من البيكنج باودر. هتحط من ديت 4 الاول كده ونشوفوا العجينة معانا عاملة ازاي. ادي واحدة اهي، مش هتاخد معاكي 10 دقايق. ادي 2. عندي بقى تعملي بسكوت شاي كده للفطار. ادي 3 همات. لو احتجت تاني هجيب، هحط لها بس 4 كده الاول واشوفه. ادي 4. هحط عليه معلقة بس من البيكنج باودر اهي، 100 معلقة. هجيب له ذرة من الملح الابيض. هبدأ بقى اقلب برضو بالمضرب وهشوف العجينة معايا عاملة ازاي. طبعا انا عايزة العجينة متماسكة لان انا هشكلها بايديا. هي لمت اهي، بس هي لسه هتعوز معايا برضو دي اهيت. لا كمان كوبايه من الدقيق مع بكوبايه الزبادي. ادي العجينه اهي، خدت 5 كوبايات من الزبادي ومعلقه صغيره شاي اهي. العجينه اهي لو انتوا شايفينها اهيت. هبدا اجيب صينيه كده معايا. ماشي، الصينيه ديت انا دهنتها من الزيت وهبدا بقى اصبعها. بقى عايزه تعملي بقى مدور، عايزه تعمليه مطاول، بصي بقى اللي انت عايزاه اعمليه. ماشي، شفتوا صوابع الكفته كده جميل كده وحلو كده، هعمله مدور. ماشي، طبعا الحجم اللي انت عايزاه بقى تكبري تصغري إيه على حسب ما انت عايزه. انا هكبر عن كده شويه. هندخله الفرن بقى، غرف البسطاني يحمر معاكي من تحت ولعله شويه من فوق. واي بقى تزيين هنزينه ان شاء الله إيه شوكولاته إيه بني ان شاء الله. طبعا العجينه ما خدتش معانا اي وقت خالص. هكمل بقى الكميه بتاعتي اهو. بصوا انتوا بتعملي كده بس كده سهل خالص. طبعا العجينه معايا جميله ما شاء الله، بتتشكل معايا بسرعه. طبعا على حسب برضو الدقيق بتاعك. ان شاء الله هكمل كميتي وهوريها لكم بعد ما يستوي ان شاء الله.
البسكوت يا جماعه بعد ما طلع من الفرن اهو شايفينه، خد حوالي 10 دقايق في الفرن. طبعا بقى هزينيه بقى زي ما انت عايزه. بسم الله. طبعا هو لسه سخن خالص، ايه مش عارفه امسكه لسه. ماشي هزينه بقى ايه اللي انت عايزاه زينيه. انا هوريلكم اهوت. طبعا كل واحد زي ما هو ايه حابب. انا ولعت له من تحت ورقم محمر من تحت ولعت له الشوايه من فوق. دي شوكولاته انا عاملاها بمعلقتين لبن. ماشي وفكيتها على الايه في الفرن. ادي التزيين اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين. طبعا هو مش لازق ولا حاجه عشان احنا كنا دهنين الصينيه قبل ما ندخلوه الفرن. دي يا جماعه سوداني مقروش انا كان عندي وضربته في الكبه زي ما انتم شايفينه ناعم كده. هكمل بقى تزيين واوريكم في النهايه. يا جماعه بعد ما خلصناه اهي كمل معانا هي. طبعا ده اللي احنا حاطين عليه سوداني شايفينه بالجمال والحلاوه دي. وده انا عملته بالشوكولاته بس كده من غير سوداني اهو شايفينه بالف هنا والشفا. جميل وصفه سهله ما خدتش معانا 10 دقايق. طبعا فضل مننا الزبادي هعمل بقى اي وصفه تانية زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا دي وصفه الزبادي. كوبايه الزبادي الصغيره 5 كوبايات زبادي وكوبايه زيت وكوبايه من الزبادي وكوبايه سكر ورشه من الفانيليا ورشه من الملح ونص معلقه من البيكنج باودر. عملنا معانا احلى وصفات بسكوت الجميل ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.